ردة فعل في مونديال 2026 يا اخوان. هذه مباراة من العيار الثقيل، منتخب البرازيل ضد منتخب المغرب. المباراة هذه يا اخوان تجمع بين اسود الاطلس والسامبا. هل منتخب المغرب سيفرض السيطرة على منتخب البرازيل زي ما سوى قدام البرتقال في مونديال 2022، ام ان البرازيل يعود للماضي ويحقق الثلاث نقاط من امام المغرب، او ممكن تكون تعادل؟ ولكن اهم شيء اذا كان فيها تعادل ما يكون التعادل سلبي، نبغى اهداف، نبغى متعة. هذه المباراة يا اخوان شردت من الادوار الاقصائية. يا لعيب يا مزراوي، يا مزراوي يا لعيب، هي شوت. يوه بس حرام عليك، شكون يضيع هذه الفرصة؟ يلا يا مغرب، يلا سود الأطلس مسيطر من بداية المباراة. هذا هدف، هذا الهدف. يلا 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 يلا، باقي ما زال. يلا يا حكيم، يلا يا حكيم، يلا ما زال. هذا المنتخب اللي قاعد يلعب فيه منتخب سود الأطلس اللي هو منتخب البرازيل عنده 5 كؤوس عالم يا اخوان، 5 كؤوس عالم. يعني منتخب المغرب محسسني انه قاعد يلعب ضد سويسرا، اسكتلندا، يعني احد المنتخبات هذه. هذا مو هذه ما هي مباراة ضد البرازيل صراحة، الشيء اللي قاعد يسويه المغرب. انتبهوا. لا. الحمد لله. والله خطية هذه، والله يا اخوان. اتوقع عشان صلعته معرق عشان كذا عدت الكورة. شفت العرق مع اللعب في النهار، ما مسك التليفون، عدت على طول. يه. ايوه المغرب يا اخوان يسجل الهدف الاول. جاب الخبر الصار، والله جاب الخبر الصار يا اخوان. والله مستحقة، والله مستحقة ان يفوز المغرب على البرازيل بهذا المستوى، والله مستحقة. يلا يا مغرب، يلا يا اسود الاطلس. يا حبيبي يا اسماعيل الصيبري، يا حبيبي يا اسماعيل، يا سمعة. والله منتخب المغرب لا احد يقول لي انه منتخب البرازيل كقوة اقوى من منتخب المغرب. منتخب المغرب افضل بكثير، ورب في هوية لمنتخب المغرب. منتخب المغرب فيه هوية، في طريقة لعب، في اسلوب. البرازيل ما في الكلام ذا. يلا بإذن الله فوز، بإذن الله فوز يسود الأطلس المغرب. صلاة على النبي يا لعيب، هي يا ما شاء الله المغرب. والله يا اخوان المغرب مرعب، والله منتخب البرازيل ضايع، ما عارف ايش يسوي. دايخين يا اخوان، والله خاشين، تحس انه جتهم ضربة شمس وما عاد عرفوا يلعبون. لا المغرب فارق، والله فارق يا رجل. هدي ما تحس انه ايش البرازيل ولا هجمة. فيني. خطيرة دي، لا. والله هدف. فينيسيوس يسجل هدف التعادل. فينيسيوس سجل هدف التعادل. خطيرة والله. هم خطيرين في الألعاب الفردية. الألعاب الفردية هم خطيرين فيها. المغرب تفوق في اللعب الجماعي. بس والله انت
المنتخب قادرين نجيب الهدف الثاني وقادرين نجيب الهدف الثالث. بس نركز احنا المنتخب المغرب جت اكثر من هجمة، يعني اكثر من هجمة جت لنا، احنا ما استغليناها. المغرب تقريبا 7 هجمات امام الباب ما استغليناها. والله يا اخوان كرة القدم تضيع اقبل. والله هدف هدف. وهنا اللمسة وهنا الحضور وهنا التأكيد بخطورة البرازيل على اليسار. اوف اكيد. والله لا، البرازيل بعد ما سجلوا الهدف الاول صاروا يلعبون، صاروا ماسكين كورة افضل من المغرب. ايش في يا اسود الاطلس؟ ايش اللي صار فيكم؟ كنتوا ماشيين صح في البداية، يعني مو معناته انه ركب فيكم هدف خلاص تراجعون، لا انتوا افضل، انتوا وقفتكم افضل من البرازيل، ولكن البرازيل بعد ما جاب هدف التعادل رجعت لهم الثقة. فما ادري انا صراحة، هذه مشكلة ما هي حلوة، هذه ما هي حلوة لمنتخب المغرب. واو 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 يا صيبري، واو واو كبري بشويش، والله مشاها عليه، والله مشاها. يا مجرم يا صيبري، أهنت البرازيل اليوم. قدام أشرف ورسالة مغربية. اوه واو 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 والله قريبة دي، الميمون والله حطها جوني. هذه الكرة الأولى سمير. واو اليسون جابها بس والله تأخرت شوية كان هدف. يكاد يخطف الجول. اليسون يا اخوان خطير. هذه اجمل كورة وافضل كورة في الشوط الثاني، الشوط الثاني كله ما في هجمات، ما في الا هذه.